كام حد فينا لما بيجي بيحط لايك او بيكتب كومنت بيفكر اللايك دوت هيشهد ليا ولا هيشهد عليا؟ هنتكلم عن المجاهره بالمعصيه لان هي بقت منتشره جدا وبتاثر في اجيال كتير قوي. لقيت ان لما حد بيعمل ذنب بيبقى فيه 3 فئات. الفئه الاولى ان انا عملت الذنب وانا بجاهد نفسي عشان انا مش عايزه اعمل الذنب دوت بس للاسف عملته، فانا ندمانه وبستغفر ربنا وبستتر وانا بعمل الذنب. تاني فئه هي فئه عملت الذنب وهي شايفه ان ايه المشكله، انا حره، وبتطلع تقول للناس ان هي عملته. ثالث فئه بقى، ودي كتير مننا الا من رحم ربي بيقع فيها، واحيان كتير بيكون بدون وعي، ناس بتشارك في الذنب وهو ما يخصهمش اساسا. في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال: كل امتي معافى الا مين؟ المجاهرين. هو شخص أذنب ذنب لوحده فربنا عز وجل من لطفه وكرمه ستره، فهو بقى عمل إيه؟ حدث الناس بالذنب. بنشر ستوري وانا في العربيه وبشغل فيها اغاني وبقول قد ايه ان الاغاني ديت روقت لي بالي وحسنت نفسيتي. واحده قلعت الحجاب وبعدها بتروح منزله صور بتبين فيها مفاتنها وان شكلها بقى اجمل. حد بيحضر حفله وبينزل ستوريز او بيحكي لاصحابه بيقول لهم قد ايه ان الحفله دي كانت حلوه. نيجي بقى للكلام اللي بيتقال: انا حر. هو حضرتك حر في اختياراتك هتتحاسب عليها، لكن انت مش حر في تحويل المعصيه لدعوه عامه ان الناس تستسهل الذنب وتتعود عليه وتألفه. وانت مش حر لان انت بتكون سبب في فتنه الناس اللي حواليك. هو الشيطان لما بيجي بيدخل لنا عشان نعمل معصيه بيعمل ايه؟ بيزين لنا المعصيه، بيزينها وبيسهلها. الشخص بقى اللي بيجاهر بالمعصيه للاسف، يعني في احد الشيوخ بيقول كانه اصبح ولي من اولياء الشيطان والعياذ بالله. في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام واضح وقاطع: من سن سنه سيئه فعمل بها كان عليه وزرها، ومش وزره هو بس، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من اوزارهم شيئا. فاياك انت تكون السباق ان انت تعلم الناس الحاجه الحرام. ان ربنا يكون في عون اول واحده طلعت موضه ان هي تعمل الطرحه سبانيش، تعمل الطرحه لوس، كل حاجه باينه، ربنا يسامحهم ويغفر لهم. كل اللي اتبعوهم بقى هم شايلين وزرهم. في ناس هتطلع تقول انا مش قدوه وما طلبتش من حد ان هو يتخذني قدوه. في رد الصراحه اقنعني جدا: ان اي شخص بيعمل عمل فبينشره للناس او بيخرج بيه للناس هو داعيه للامر ده شاء ام ابى. تالت فئه بقى ودي اللي مرعبه جدا جدا: ان انا اشارك في ذنب انا ما عملتوش اساسا عشان عملت لايك، عشان كتبت كومنت فيه مباركه، عشان نشرت الفيديو. لايك دي اقرار مني بان اللي حضرتك عملتيه ده انا موافقه عليه. الكومنت بتاع الله حلوينا معنى كده. فالمجاهر بيتحمل ذنب الفعل والاعلان عنه وانه سبب في الفتنه وان الناس تتبعه، واللي شجع بيتحمل ذنب التشجيع، واللي قلد بيتحمل ذنب التقليد. لان لو احنا مذبذبين قوي كده واي كلمه بتجيبنا وبتودينا فاحنا عندنا خلل في العقيده محتاجين نراجعه ونشتغل عليه.